إذا أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس في المغرب الحبيب، حيث أقسم الجمال أن يستوطن المكان وتعهد أن يذهل الجميع، وفتحت المدن المغربية أبوابها للحالمين، وتفاخرت إفريقيا بعرسها القاري الكبير. اليوم في العاصمة الرباط حان الموعد لقمة عربية فيها الأحلام تقص شريط البدايات، وفيها الأمنيات تكتب سطرها الأول، وفيها ذاكرة ترغب في استعادة التاريخ. هنا قمة بطلين سابقين ومنتخبين عربيين حالمين، حيث محارب الصحراء أمام صقور الجديان الجزائر أمام السودان. اليوم يريد الجزائر أن يسلك طريقه نحو الثالثة، وأن يكرر ما فعله آخر مرة في القاهرة قبل 6 سنوات هنا في العاصمة المغربية الرباط أمام منتخب سوداني يريد أكثر من مجرد مشاركة، يريد إسعاد الشعب وتأكيد هوية واستعادة ماض كان فيه السودان مؤسسا لا مكملا، منافسا لا كرة لمصلحة المنتخب الجزائري، ترسل هذه الكرة طويلة لكنها سهلة عند حارس المنتخب الجزائري عن طريق أبو داوي في لمسة تمريرة إلى بغداد، ولا أروع عمورة راح تقدم، فرصة جزائرية خطيرة تأتي مداوية عين. يوه الله 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 الله، هذا سحر، هذا جمال، هذا الجزائري ولا في الخيال. رياض محرز من بدري يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري بعد هجمة منظمة وبعد عمل منظم. المنتخب الجزائري يسجل الهدف الأول. المحاربون لا يتأخرون، وفي الأمر حلم لا يتأخر الجزائر عن استئناف كتابة التاريخ. من بغداد إلى عمورة، من عمورة إلى بوداوي بالكعب يا عيني. رياض محرز هنا لصقور اللاجديان، كيف سيؤثر على لاعب المنتخب السوداني. كرة منقولة بتعود إلى خارج، وصلت هذه الكرة بعد ذلك عن طريق المتقدم هنا في اليمين، كرة سودانية راسية. الكرة بتعود بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب الجزائري. ينقل الكرة باتجاه المتقدم شايبي، عنده كرة في الوسط، البحث عن مساندة، هناك تمريرة نقلة لكن التقطيع من الطرف الأيمن، محاولة ما زالت قائمة سريعة. الكرة من صالح عادل بالكعب ولا أروع، سودانية هنا تنفذ، عرضية ترسل لكن في الأخير عن شعار الجزائر. كرة من رياض محرز، عنده كرة من الطرف الأيمن، محاولة مستمرة، فرصة ما زالت قائمة جزائرية، عرضية تأتي لكنها صدمت في المدافع وتحولت إلى خارج الملعب، وأصبحت إلى ركلة ركنية للمنتخب الجزائري في هذه من فارس شايبي في اللقطة الماضية بالأحرى. بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب السوداني إلى خطأ يصفر بيير آتشو. طبعا الجماهير الجزائرية مع بيير آتشو لربما تتذكر، وقد تكون كرة القدم بلسما ولو لجزء صغير من ذاك الجرح الكبير. وبالتالي منقولة جزائرية في الطرف الأيمن، سريع الكرة عن طريق عمورة والعرضية ترسل عالية خطيرة تأتي، ولكن المدافع السوداني في الإبعاد مصطفى كرشوم أو محمد إيرنينغ حول الكرة إلى خارج الملعب. نقلة بعد ذلك وصول سريع الكرة، فرصة التعادل للسودان قد يأتي، لكن لوكا يتصدى، ما زالت سودانية تزيد ولوكا من جديد. زيدان يتصدى لكرة ومحاولة من جاسر جوباك كاد أن يفعلها للسودان، جوباك كاد أن يحلق بالصقور هنا في سماء الرباط. خطيرة كانت الكرة لكن لوكا زالت الكرة قائمة. بعد ذلك التمرير، المرور والتقدم، الوصول، لكن في الأخير التغطية كانت موجودة. ياسر نقلة، بعد ذلك روفا، عرضية الآن تأتي، صدمت في زميله مع مختلف الأندية كان في أوروبا. هنا لدينا كرة منقولة لمصلحة المنتخب الجزائري، بعد ذلك الكرة مستمرة للمنتخب الجزائري، عودة إلى لوكا زيدان حارس المرمى، لكن تدخل كان موجود في اللقطة الماضية وصافرة وخطأ حكم اللقاء بيير آتشو. الجزائر بالمناسبة هدف رياض محرز. ولدينا أولا كرة منقولة وصلت بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى،
وصول بعد ذلك إلى أقصى اليسار، ملعوبة كرة من الطرف الأيسر، محاولة جزائرية لكن صلاح عادل في الطرف. رايان آية نوري يحاول أن يمر، رايان في كرة ما زال، رايان آية نوري يتوغل، ممتاز رايان آية نوري في كرة مستمر، لكن بالغالي يلعب كرة بشكل ممتاز إلى بوداوي. الكرة تتحول بذكاء لكنها مقطوعة، بتعود الجزائر سريعة كرة من أجل الثاني، يبحثون للثاني هنا في التصويب لكن اصطدمت في المدافع وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. هذا عمورة هداف التصفيات لبطولة كأس العالم. في كرة ستلعب ترسل عالية راسية لم تأتي، بينما الصافرة هي التي أتت. هناك خطأ للمنتخب السوداني في الكرة الماضية تحديدا لحارس المرمى لمصلحة المنتخب السوداني. ممتازة تمريرة، فرصة قائمة، سقوط من دون خطأ، حكم اللقاء عشيق رياض محرز في تمريرة ممتازة، انطلاقة جزائرية سريعة عرضية لكنها أيضا مبعدة من الدان، يلحق بها لاعب المنتخب السوداني. فرصة واعدة للصقور، فرصة واعدة للسودان، عرضية بل تزيد لكنها إلى خارج الملعب. لكن قبل ذلك التسلل كان موجود، قبل كل شيء تسلل كان موجود، وراية مرفوعة من الحكم المساعد الثاني، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب. شاهدنا منتخب الكونغو، هنا كرة منقولة عن طريق عمورة، تمريرة وهذا فارس شايبي يلعب كرة إلى رايان آية نوري، في الأخير تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية جزائرية. والأسطورة في إطلالة، والأسطورة في إطلاق الشايبي، شايبي في لمسة جزائرية عرضية ترسل عالية خطيرة تأتي بالراس، ورياض محرز في كرة ما زال. هنا لدينا بغداد لكن الإبعاد يأتي من مصطفى كرشوم، لكن تسلل أيضا كان موجود. هذا مصطفى كرشوم، وبغداد بنجاح كان متسللا في اللقطة الماضية. في هذه كان يفعل زين الدين زيدان، هو الفن الثامن. كرة منقولة سودانية تزيد من هذه المسافة، منقولة من الطرف الأيسر، سريعة الكرة جزائرية عن طريق رايان آية نوري في كرة ما زال. رايان آية نوري يمرر الكرة باتجاه عمورة الميدان، والانطلاقة السريعة والفرصة إلى بغداد، أو هذا المتقدم هنا شايبي. في اللقطة الماضية سقط فارس شايبي، والكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية، تدخل على الكرة من محمد إيرنينغ. كرة منقولة للجزائر من الطرف الايسر، تمريرة حاضرة سريعة الكرة جزائرية، فرصة الآن تأتي لكن تغطية كانت مميزة في اللحظة الأخيرة. التغطية كانت مميزة من سعيدة بونجاح. عند كرة بونجاح ولا أروع، تمريرة باتجاه عمورة، محمد عمورة من اليسار، عمورة يحاول، الكرة بتعود مرة أخرى. هذه البطولة الجميلة جدا، لدينا فرصة الآن جزائرية، بتعود الكرة ما زالت مستمرة، المحاولة رياض محرز في كرة ما زال، رياض والكرة يا عيني، يا سلام، الله الله على رياض وما يفعل، لكن في الأخير الفاصل المهاري لم يستمر. كرة مقطوعة من رياض محرز، أرادها السحرية مثل ما كان يفعل ومثل ما هو مستمر في مع الهدف اللي سجله رياض محرز. هنا بغداد بونجاح عنده 35 هدف. كرة منقولة ويبقى الهداف التاريخي أقصى اليمين، منقولة كرة بعد ذلك عن طريق جوباك، كرة سودانية عرضية الصقور لكن لوكازير موجود ما فيها شيء، انطلاقة جوباك ولكن لوكا زيدان، كرة بتعود من جديد سودانية مستمرة والتصويبة تأتي ولكن إلى خارج الملعب. خطيرة كانت كرة عبد الرزاق، خطيرة كانت كرة روفا ما بين جوباك وروفا. نعم التسلل ما كان موجود على صلاح عادل في اللقطة الماضية. التقدم هنا والتسديدة الأولى لكن لوكا زيدان بعد ذلك الوصول تعتبر هي الأغلب وهي الأنفس بالنسبة للقارة السمراء. خطأ موجود في اللقطة الماضية، رايان آية نوري، وهناك بطاقة صفراء هي الثانية، بطاقة صفراء هي الثانية وبالتالي الحمراء. الجزائري كرة ستنفذ، ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء راسية لكنها تتحول للثاني، كرة بتعود للخلف، وصلت إلى بوداوي والعرضية، الله 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 ولا أروع، لكن التسلل يا بيس بعيني كان موجود.
بن سبعيني كان متسللا في الكرة الماضية. شاهد الكرة العرضية، تسلل واضح. طريقي بغداد، بوجاح في لمسة، بوداوي في استلام، فرصة جزائرية لكن تغطية دفاعية. الكرة للجزائر، لمسة وانطلاقة سريعة باتجاه شايبي لكن التغطية كفي. الكثير من النجوم الذين يبرزون ويتألقون وكذلك الأسماء. حارس شايبي، هشام بوداوي، محمد عمورة، بغداد بوجاح، رياض محرز. الأسماء التي تدافع عن أحلامي وآمالي وأمنيات الجماهير الجزائرية في البطولة الإفريقية. بالنسبة للسودان، منجد النيل في حراسة المرمى، بخيت خميس، محمد إيرنينغ، مصطفى كرشوم، عايل بن ناصر في لمسة، بوداوي في كرة، بوداوي والتسديدة لكنها كانت لدينا فرصة جزائرية من الطرف الأيمن. محاولة قائمة عرضية تأتي وفرصة الهدف الثاني تضيع. بغداد بوجاح في كرة، بغداد اللي سجل 5 أهداف في هذه البطولة. أنا ذكرت قبل هذه البطولة 4 من أيسر محاولة التقدم. هنا عمورة في كرة، تمريرة ممتازة، رياض محرز في محاولة لكن التغطية حضرت في اللحظة الأخيرة. الكرة عادت من جديد لمصلحة المنتخب. قريب منقولة إلى فارس شايبي للجزائر، محاولة، الكرة مستمرة، لمسة لكن في الأخير تغطية موجودة. تمريرة عن طريق رياض محرز في تمريرة ولا أروع، جميلة جزائرية عرضية خطيرة، الراسيات من جوباك. الكثير من الحلول. هنا عمورة والمرور، عمورة والتوغل، عمورة والكرة ما زال عمورة في فرصة لكن تدخل كان موجود في اللقطة الماضية. تدخل من روفا في الكرة الأخيرة وبالتالي خطأ أو من جانب محمد إيرنينغ في الكرة الماضية وبالتالي ركلة ثابتة الملعب. بينما هنا كرة في البداية ستنفذ، رياض ترك الكرة لشايبي، شايبي والتسديدة. هنا تأتي التصدي من حارس المرمى، التصدي من منجد النيل في اللقطة الماضية. مباغتة كانت الكرة الأخيرة لكن منجد النيل تمكن من الكرة الماضية. لوكا زيدان، لمسة باك من الطرف الأيمن، شباك والعرضية، الكرة ما زالت سودانية داخل منطقة الجزاء. بن سبعيني يسقط ويشتت هذه التمرير. النقلة من الطرف الأيسر سودانية، ما زالت سودانية، تحولت ركلة أخذ السودان. سامات بالغالب بينما هذا رياض وهذه تمريرة رياض. بغداد والتصويبة والثاني يضيع، الهدف الثاني يضيع على الجزائر. بغداد بوجاح كاد أن ينجح في تأمين نتيجة، في تأمين طريق، في تعزيز تقدم لولا حارس المرمى. الركلة الركنية تنفذ، الكرة لافة، منجد في التصدي في المرة الأولى، جوباك خاطئة. بعد ذلك تقدم عمورة، عند كرة، يا سلام يا سلام، الله الله الله، يا له من جمال، يا له من دلال. هذا الجزائري من جديد يعانق الخيال بكرة ولا أروع عن طريق عمورة في نقلة جميلة. بعد ذلك رياض وللأهداف بقية، رياض وللسحر بقية. الجزائري هنا عمورة، يا عيني يا عيني يا عيني على اللمسة، يا عيني على التمريرة من جانب عمورة وصلت إلى رياض بهذا الشكل. إنها اللقطة الإبداعية، إنها التمريرة الساحرة عن طريق عمورة إلى رياض. لمسة بعد ذلك ونقلة، تمريرة حاضرة، ترسل هذه الكرة باتجاه رياض لكنها تتحول. الذي سجل أمام منتخب أوغندا، كرة منقولة، محاولة قائمة، فرصة الآن تأتي خطيرة للسودان لكن حارس. في هذا اللقاء لدينا كرة وانطلاقة جزائرية من أجل الثالث. عمورة عمورة عمورة، الله الله الله. ملعوب الكرة من الطرف الأيسر، بعد ذلك العرضية هنا ترسل جزائرية لكنها تبعد. 18 دقيقة لعب تتبقى على النهاية. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، على الطائر يا حبيبي يا حبيبي، على الطائر، ولا أروع ولا أروع كرة محمد عمورة في اللقطة الماضية. ياهي كرة لكن القائم الأيسر وقف ضد من هذا اللقاء. ما زال في كرة، تمرير بعد ذلك عن طريق عمورة من الطرف الأيسر للمنتخب الجزائري، تمريرة بعد ذلك سريع الكرة لكنها في الأخير سهلة عند حارس المرمى. بن ناصر ممتازة إلى عمورة، راح عمورة، تقدم عمورة، عرضية ولا أروع مرة أخرى. يا عيني على عرضيات عمورة، عرضيات عمورة بين قوسين
عرضيات قاتلة، عرضيات ساحرة. شاهدوا هنا عمورة بداني من أجل التقليص. هناك جوباك يلعب هذه الكرة لكنها سهلة. عداوي عنده كرة يلعبها بشكل ممتاز، تقدم، فرصة من أجل الثالث ولكنها سهلة. عند أصلي كرة من أنيس حاج موسى، يمرر كرة في اليمين، الكرة ما زالت مستمرة لكن خطأ موجود في اللقطة الماضية على إبراهيم عزاب. يشير الحكم بيير آتشو. في الملعب تمريرة بينية ممتازة وصلت إلى بولبينا، هل يلحق بها؟ بولبينا لا يلحق بالكرة الماضية، تتحول إلى جزائرية. لدينا هنا كرة عن طريق بلغالي من الطرف الأيمن، تتحول إلى محاولة جزائرية عرضية داخل منطقة الجزاء. بغداد موجه بالراسية والثالث، الهدف الثالث. نعم، الهدف الثالث من إبراهيم عزاب. إبراهيم عزاب يكمل الثلاثية الجزائرية هنا في الشباك السودانية. إبراهيم بغداد، الجزائر 3، السودان لا شيء. هكذا أصبحت الأمور، هكذا سارت الأمور، ولسان حال المحاربين. استعد يا إفريقيا، لقد عاد المحاربون. استعد يا إفريقيا.